هكلمكم النهاردة عن فوطة الأرضيات والنسيج بتاعها وازاي هي بتنضف. ده شكل النسيج بتاعها فظيعة، هوريكم ازاي دلوقتي بتنضف حلو قوي. والمستك الأورنج والقرص الانفلفر، ده شكل النسيج بتاع القرص. بصوا بقى الجريمة دي كانت بقعة كده، معرفش جت منين ورا البوتاجاز، بس كلها دهون وحاجة يعني بشعة. حاولت اعملها بسلكة وانضف فيها، تعبت جدا صراحة، ما نفعتش. فقررت بقى اطلع لها السلاح بتاعي المستك الاورنج. هفتح دلوقتي اوريكم ازاي هعمل بقى الجريمة دي بكل سهولة. ده شكل المستك الاورنج باودر. هاخد كمية صغيرة خالص، معلقة صغيرة يعني، هرشرشها كده على البقعة دي. وبغلي مية دلوقتي في الكتل. اول ما المية هتيجي، مية سخنة طبعا مغلية، بيبتدي بقى المستك بيعمل فوران كده، بيدوب بقى اي حاجة تحتيه، صراحة فظيع. بصوا، احاول بقى اجيب المستك اللي راح يمين وشمال دوت عشان يعمل فوران، شايفين؟ يعمل فوران على البقعة دي فيدوبها، يبقى سهل ان انا امسحها يعني. دقيقة او دقيقتين مجرد بس الفوران يهدى، وهبتدي اعملها بقى بالقرص الانفلفر. انا سبتها شوية. ده القرص، قرص اكوا ماجيك، عندي بقاله 3 4 سنين ولا 5 سنين، من زمان يعني، مهلوك يعني بس شغال. بصوا ابتدت تفك خالص اهيت، وبتروح بسهولة بالمستك. طبعا بقى الدهون دي، وبالذات لو واقع عليها تراب بقى ومش باينة اصلا، فبقالها فترة بقت بشعة يعني. والحاجات اللي بتبقى تحت البوتاجاز، ممكن حاجات وقعت، مش عارف ايه، دهون، زيوت متطايرة لزقت، الحاجات اللي بتبقى حوالين البوتاجاز دي. فبصوا، بالقرص والمستك الأورنج والمية السخنة، ابتدت ما شاء الله بتروح بسهولة، ولا ايدي بقى فيها باور، ولا باظت من منظفات، ولا الكلام ده كله، بكل سهولة. هي طبعا بتاخد مجهود شوية في الدعك، تمام، مش هقول ما بتاخدش، بس مش زي برضو لما بنعمل بباور بقى ويتعبني وكح وابص الاقي ايدي باظت. لا صراحة، باخد حتة حتة كده، وما شاء الله الدنيا بتبقى سهلة يعني. انا بس مش عارفة اعمل عشان بصور وانا بعمل، فقفلت دعكتها شوية، ودلوقتي بكمل اهو معاكم. ما شاء الله، ولا كأنه كان في جريمة هنا من دقيقتين بالظبط. احلى حاجة ان المستك الاورنج دوت مكوناته طبيعية، فمفيش اي ضرر على ايدي الحمد لله، والدنيا كانت تمام. بصوا بقى البقع اللي هي حوالين البوتاجاز دي برضو اهي، من غير ما احط تاني، هو بس القرص اصلا مكانه، ومع المية اللي كانت حوالين اللي انا كبيتها دي. اجيب بقى الفوطة الارضيات. ده منظر القرص. فوطة الارضيات هتلم الدنيا دي كلها في مسحة واحدة، فظيعة، بموت فيها، بحبها جدا صراحة، بتريحني قوي وبتلم الدنيا بسرعة كده يعني. اهو، بس مسحة واحدة هتلاقي البلاط بقى يبرق، ومفيش ولا اي اثر لاي حاجة. خفيفة وسهلة وفي نفس الوقت بتمتص كمية كبيرة وبتلمع. بصوا المنظر، تحفة. البلاط بيبرق ولا أكن في اي حاجة، زي الفل. مستك وفوطة الارضيات والقرص الانفلفر.
3 أسلحة فتاكة صراحة. في حاجة كمان بقى، كان البتاع بتاع النور اللي هو بتاع الكهربا دوت، الكوبس بتاع زرار الكهربا برضو حواليه دهون اللي كان جنب البوتاجاز ده. قلت اما اعمله معاكم بالمرة بقى بالقرص. غسلت بس القرص كده بمية دافية من غير صابون ولا حاجة، لسه ما غسلتوش بصابون. وقلت بالمرة كده وهو مبلول اعمل المكان ده. شايفين؟ من غير بقى ولا اكب مية ولا ادعك بسلكة ولا خاف مية تيجي في الكهرباء تكهربني ولا اي حاجة. شايفين المنظر؟ احلى حاجة القرص بيدخل في الحتت الضيقة دي، وبكل سهولة بقدر ان انا انضف ال حوالين الزرار بتاع النور. انا مسرعه الفيديو شويه عشان بس ما ياخدش وقت، بس هو الموضوع ما خدش مني دقيقتين برضو، على طول يعني حوالين الزرار وحوالين بتاع نفسه الكوبس ده. شوفوا المنظر، شوفوا قبل وبعد، مش عايزه اقول لكم تحفه. منتجات جرين واي صراحه كلها بتوفر علينا جهد فظيع.